هي المباراة النهائية لكأس العالم للأندية حقق الفريق الأخضر أحد أفضل الإنجازات في سجله وفي تاريخ كرة القدم المغربية. الرجاء يدخل بذلك التاريخ من بابه الواسع وبات أول فريق عربي يبلغ المباراة النهائية لمونديال الأندية. محمد أمين نوري أعد تقريرا عن الانتصارات التاريخية للفريق الأخضر. أقسم بأن يؤسس لفريق يقاسم الوداد هواء البيضاء وسماءها، وبر بقسمه إنه الأبجيغ أحد مؤسسي فريق الرجاء البيضاوي الأخضر الذي رأى النور بحيدر بالسلطان بدار البيضاء. إن انبهرنا اليوم بأداء الخضر ووصولهم إلى نهائي كأس العالم للأندية، فذلك اليوم يأتي من فراغ ومن عبث الصدف، بل من تاريخ موغل في زمن الإنجازات الوطنية الكروية. 11 لقبا في البطولة الوطنية و7 كؤوس للعرش. لكن ما دام الحديث عن انبهار دولي وتألق عالمي، لابد أن نفتح صفحة الإنجازات العالمية والقارية. كأس عصبة الأبطال الإفريقية توج بها الرجاء 3 مرات، الأولى سنة 1989 على حساب مولودية وهران، واللقب الثاني كان سنة 1997 على حساب جولدفيز الغاني، والثالث على حساب الترجي التونسي سنة 1999، وهو الذي منحه شرف تمثيل إفريقيا بأول نسخة لكأس العالم للأندية التي أقيمت بالبرازيل، والتي بعد مرور 13 سنة يتمكن من الوصول إلى عتبة النهاية والبقية آتية. سنة 2003 حاز الرجاء لقب كأس الاتحاد الإفريقي، وقبلها ب3 سنوات انتزع كأس السوبر بعد أن عانق تتويجا تاريخيا بالكأس الأفرو-آسيوية عام 1999. سنة 2006 ظفرت الرجاء بلقب بطل أبطال العرب. الرجاء اليوم انبعثت كنار من تحت رماد، ولسان حالها يردد على مسمع أندية مونتيري المكسيكي ومينيرو البرازيلي. قبل اطلاعكم على المعطيات التقنية، اقرأوا التاريخ أولا.